بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ماتش منتخب مصر مع موريتانيا ان شاء الله يوم الثلاث الساعة 7 مساء، ماتش العودة بعد ما فوز منتخب مصر على منتخب موريتانيا بهدفين للأسطورة واحسن لاعب في العالم محمد صلاح، والهدف الثاني لحباية الكريس بتاعة المنتخب محمود تريزيجيه، وهدف من اجمل اهداف البطولة. يعني بعتقد ان هو هيبقى بينافس على ان هو اجمل هدف في تصفيات افريقيا. كابتن حسام حسن ادى الاذن لمحمد صلاح ان هو يغادر المنتخب عشان يلحق مباراه ليفربول، وكده هيبقى عندنا فرصه بقى ان احنا نظبط الخطه شويه ونلاعب مرموش مكان محمد صلاح ومصطفى محمد يرجع مكانه، وده هيؤدي طبعا ان شكلنا هيبقى احسن. لان انا بصراحه حسيت ان كابتن حسام متلخبط، يعني هيلاعب صلاح ولا هيلاعب مرموش ولا هيلاعب مصطفى محمد، فكان في شويه لعبكه كده بسبب ان احنا عندنا في المركز الجناح اليمين عندنا 3 لعيبه جامدين جدا، عندنا صلاح وعندنا مرموش وعندنا زيزو. فطبعا يعني مش عايز اقول لك ان صلاح كده حل المشكله بمشيانه، انه ادى فرصه لمرموش ان هو يبان. التشكيل المتوقع ان شاء الله في حراسه المرمى انا اتوقع ان هو هيلعب بالشناوي، وكنت افضل بقى ان انت تدي فرصه لحد تاني مثلا شوبير او لو عواد مثلا، بس اعتقد عواد مش موجود ودي حاجه غريبه جدا برضه ان هو مش موجود. رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، محمد حمدي، ومش عارف بصراحه هيلعب مين في مركز اليمين. انا كنت اتمنى ان هو يلعب بعمر جابر. في خط الوسط هيلعب بمروان عطيه ونقول جنبيه دونجا مثلا او ناصر ماهر. وهنا تيجي بقى فكر جوميز، ما تلعب العب بمروان عطيه مثلا دفاعي، وانزل بواحد زي ناصر ماهر وتريزيجيه او ناصر ماهر وزيزو في الناحيه جنبيه، يعني الاثنين عندهم الاجاده للدور الدفاعي وبيلعبوا في الهجوم برضه. وطبعا في الشمال تريزيجيه وفي اليمين عمر مرموش وفي الهجوم مصطفى محمد. كل التوفيق وكل الدعم من منتخب مصر، بس انا بلفت نظركم ونظر كابتن حسام ان انت سايب لعيبه لسبب مشاكل شخصيه معاه، زي عمر كمال عبد الواحد ما بيجيش المنتخب، وده كان هيبقى طبعا مؤثر جدا في ناحيه اليمين. وبرده غريبه ان هو ما ضمش عمر جابر. وحجازي ما جاش المنتخب ليه يا كابتن، واحد من كباتن المنتخب وواحد من اللعيبه اصحاب الاداء الثابت. والاخير طبعا احنا قلنا عمر كمال وقلنا عمر جابر وقلنا حجازي، الثلاثه دول ما بيجوش المنتخب ليه يا كابتن حسام حسن؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هل الكابتن حسام ما بيستدعوهمش لانهم ما يستحقوش الانضمام للمنتخب، ولا لان في مشاكل شخصيه معاهم؟ بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي. وبشكر كل الناس اللي اشتركت معانا واللي بتدعمنا باللايك والشير، واللي ما اشتركش يا ريت يتكرم ويشترك معانا في القناه ويدينا لايك للفيديو ويشير الفيديو عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين.